العرض اللي باش يكون عندنا ان شاء الله بمهرجان الحمامات الدولي، واحتفالا ب 60 سنه على المهرجان. باش يكون فما مسؤوليه كبيره برشا. نذكر اللي 1973 تم عرض مسرحية هونية اسمها الحلاج للراحل المنصف السويسي، وكان شاركوا فيها ممثلين كبار من تونس. المسرحية الحلاج هي تحمل نفس المعاني تقريبا او المواضيع اللي باش يتم الاشتغال عليها في مسرحية روضة العشاق، لديها اتجاه صوفي واتجاه سياسي في نفس الوقت. شوف قديش من عام نرجع توا في 2026 بمسرحية روضة العشاق اللي تحمل معنى صوفي كبير برشا وتنقد في منظومة سياسية كذلك. مسؤولية كبيرة باش يكون عندنا شغل كبير برشا على الفضاء، الحمامات فضاء مسرحي مغاير تماما باش تتحكم فينا بعض التقنيات الحديثة إن شاء الله. ونحن ديما نشتغلوا على المتفرج، نجعل من المتفرج مشارك في ابتناء هذه الخرافة وفي إنتاج هذه الخرافة. إن شاء الله نوعدكم باش يكون عمل نوعية مختلفة تماما على العروض اللي شفتوها بحول الله. ودائما الهدف متاعنا هو النجاح لا غير. هي تقريبا المسرحية شهدت عروض كثيرة على المستوى الوطني والدولي، وتحصلت على جوائز، أهمهم جائزة أفضل إخراج بالمهرجان القاهرة المسرح التجريبي. المسرحية طبعا هي حكاية مجموعة من المريدين المتصوفة اللي أتوا بفكرة جديدة في نمط عيش الإنسان في علاقته بالكون. وهذه المنظومة وهذه الفكرة أزعجت نوعا ما المنظومة السياسية، وكان هناك صراع بين منظومتين، منظومة صوفية روحانية ومنظومة سياسية، ومن غير ما نعطيكم النتيجة طبعا. كيف شريت اليوم العروض في 60 الحمامات مهرجان الحمامات الدولي، وخاصة تنظيم 4 عروض مسرحية؟ البرمجة جيدة ومتنوعة ومفماش مسائل اعتباطية ظاهرة مشتغل عليها. ظهر فما استراتيجية يشتغل عليها مدير السيناجيب، المدير المهرجان ومدير المركز الدولي بالحمامات. هناك ذكاء في مسألة التوزيع العروض المسرحية والعروض الفنية، عروض الرقص كذلك. تقريبا معناها أنت تمشي تشاهد عرض ومن غدوة باش تلقى عرض آخر متنوع. ضروري أنك تشاهد، يعني من الضرورة إلى الضرورة، مش معناها العرض هذا لا نفلتوه. هذيك علاش العروض كانت برمجتها بطريقة ذكية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للبرمجة هذه والاحتفال ب60 المهرجان.